مونتاج وحركات على النعمه. عامل ايه يا جدع؟ بص بقى في البدايه كده انا عايزك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت لحد دلوقتي مش مشترك، عشان انت لو لحد دلوقتي مش مشترك احب اقول لك ان احنا وصلنا 20,000 لو انت مش واخد بال حضرتك يعني. ها انا قعدت ساعه اصور كده عشان اجيب لك اللقطه وانا بقى يعني العداد شغال يوتيوبر بقى. انا يوتيوبر مش يوتيوبر قوي يعني، بس بقى يوتيوبر فاحنا ايه نظبط الدنيا مع بعضنا كده. لو انت مش مشترك اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وعشان الفيديو بتاع النهارده طرائف وعجائب، والمفروض ان هو يكون احتفال يعني، بس مع الاسف الشديد زي ما انتوا عارفين انا لوحدي ومفيش حد يحتفل معايا. هو احنا يا عم هنعيط، على المسا يا عم. لا المسا ايه، احنا هنعيط يا عم على الصبح. في ايه بقى؟ في ايه؟ لايك كومنت شير وانترو على الفيديو بتاعنا. طيب بص، في البدايه كده انا بشكر اي واحد دعمني في القناه دي، تمام؟ وطالع شخصيا اهو، شخصيا مش شخصيه. السلام عليكم خالد، انا بقول كلام كبير اقسم بالله يعني الناس دي لو تقدر اللي انا بقوله ده يعني مش عارف نقول ايه، بس بشكر كل واحد حط لي كومنت ودعمني بيه، بشكر كل واحد حط لي لايك، بشكر كل واحد اشترك في قناتي، بشكر كل واحد قال لي كلمه حلوه، بشكر الناس اللي علقت لي على الفيديو اللي بتاع اول امبارح بتاع قصه حياتي. لو انت لسه ما شفتوش روح شوف. وبشكر ناس كتيره قوي وبشكر يعني انا بشكر اي حد في قناتي. ليه بقى؟ لان انتوا اقسم بالله انا بعد الفيديو ده خدت دفعه كده، اللي هو انا خدت واحده فياجرا سبرنت. اشوف التعليق من هنا لو على الحب يا جدع ابقى لي عيطت يومها عياط كل ما اشوف تعليق والله ببكي تمثيل دلوقتي، انما كنت قبل كده عياط يا شيخ. بشكركم كلكم وبشكركم كلكم. احسن وصلت 20,000، انا وصلت 20,000، عايزين نوصل بقى 30,000. يا ترى قناه يا ترى سنه 2023 دي هتعدي وانا 50,000، ولا هل هنعملها ونبقى 100,000؟ حالها يا جدعان. بس ان شاء الله في شغل جديد جاي وفي عظمه جايه، ويا ريت ندعم بعضنا، واللي عايز اي حاجه يخش يقولها لي، واللي مش عندي على التليجرام يخش على التليجرام. ويلا بينا بقى نشوف هنقول ايه في الفيديو ده. بص تعالى بقى احكي لك موقف كده، موقف طريف بقى، موقف طريف كده ايه حصل من ناس عندي في القناه يعني. موقف طريف وبضيف. بص يا سيدي، قاعد في امان الله طبعا معروف 20,000 اكيد. لو 10,000 لو 2000 بس منهم بعتوا مسجات على الواتس او على الفيسبوك او على اي منصه هيقلبوا الدنيا. اللي هو انا لوحدي برد ما فيش للاسف مدير اعمالي تعبان وما بيردش. هيخرب بيت اللي انا اقولها طبل كده، ما اكيد مش هعرف ارد على التلاقيات دي كلها. بص الاقي ناس جايه يا اسطى انت تمام وعيل جامد جحليه ومفيش منك 2 ومفيش منك 3 والبحر طبل بقى. انت طبل لي وانا هبقى احب انا التطبيل. بص طبل على انت طبل قعدت. طب لو كنت قبل كده طبل يعني كل واحد بيعدي بمرحله الطبله. انت لو ما عدتش بمرحله الطبله عدي بمرحله الطبله عشان تنجح بحياتك. تقول لي ايه الطبله بقى؟ يعني انت لو لقيت واحد احول قدامك قول له سلمان خان يلا في نفسك اقسم بالله. يعني انت كده انت بتطبل يا اسطى، يعني لو انت بتطبل فاهم. لقيت واحد مثلا ايه مش عاجبك كده عيل فرفور في نفسك قول له اصلا بص كفاءه، انت كفاءه اقسم بالله يعني كده. واخد بالك؟ تعالى بقى بمناسبه الاحتفال الجامد زحليه ده، يعني احب اقول لك موقف حصل معايا كده وانا لسه معمول. الموقف ده بقى عركه. تقول لي يا ابني انت احنا في ناس واخدك قدوه يا ابني وانت عيل جامد زحليه. اقول لك كلام كبير وعلى دماغي، بس هي عركه يعني عركه كنا لسه برضه يعني واحد كان 18 سنه. عركه ده حرفيا من 2.5 سنين كده تقريبا يعني، هي بالظبط 2.5 ونص. اللي حصل ايه بقى؟ انا واقف بالعربيه طبعا بسوق العربيه عادي يعني، عندنا عربيه فبس اكيد يعني هبقى بسوق العربيه من وانا لسه في اولى ابتدائي عادي يعني. المهم قاعد، بس هي مش عربيه مش بي ام بقى، ده هي حطت عربيه دبابه كده اقسم بالله ب 7-8 آلاف جنيه. فانت لو شفتها هتحط عليها فلوس وتمشي. ما حدش يقول لي ده فلوس يوتيوبر بقى فلوس. اقسم بالله لابس شبشب مقطوع يعني، لولا الملامه كنت وريتك الشبشب اقسم مقطوع. المهم يا معلم واقف عند البنزيمه. كنا عندنا عاملين فوق بيتنا كده، طبعا فوق بيتنا في شقتين اللي هم بقى شقتين اللي هو بقى شقتي وشقه اخويا اللي هم لسه مبنيين يعني ومظبوبين وكده. هم قلنا نستغلهم في اي حاجه بقى كده، اللي هو ايه جبنا فيهم فراخ اللي هو كتاكيت. مش بط
كتاكيت عشان البط ليه ناس كتاكيت. اقوم جاي اعمل ايه بقى يا عم الحاج؟ انا واقف في البنزيمه مستني الراجل اللي هو هجيب منه عليقه وحاجات للبط ليد النيل للفراخ، حلو، للكتاكيت ما بيبقوش فراخ، للكتاكيت. فبص الاقي واحد واقف ورايا وعمال وقام جاي نازل من العربيه وانا واقف في البنزيمه في جنب، يعني انا واقف راكن اصلا، واقف يعني فاضل لي شويه اخش في قلب البيت اللي انا واقف جنبه، فالسكه 10 متر وده جاي فانا واقف عادي. لو انا قمت جاي مجدوع لورا كده بقى اركب عربيه دبابه بقى ب7 8 وابص الاقي اللي جاي بقى، وانت لا ابن الوز بترجع عليا كنت هتكسر عربيه، لا انت ما بتشوفش انت ما بتعمل. وانا اللي هو انا هو بيكلم مين ده؟ يعني انا واقف، انا بقالي ساعه كده واقف، العربيه ما اتحركتش من مطرحها، فانا رجعت عليه امتى دي ما اعرفش. فالمهم هو جاي وعايز يتعارك، انت عايز يعني لا انت لا وشبح بقى، كنت خطير، كنت بص ياه. فانت عايز ايه؟ لا انت لا. قال لي انا عايز، طب انا هوريك. وقام جاي نازل شدد البتاع اللي هي بيحلوا بقى العجل، وجاي بقى هيكسر ازاز العربيه بيه، ويجي نتش على الازاز بتاع العربيه بتاعتي من قدام. انا قلت الازاز فاتح اكبر فتبقى كده، ببص على الازاز كده انا لقيته ما حصلوش اي حاجه. اصلي شركه مش عارف، بس اصلي ما مش هروج لك، امسكوا على اي حاجه. المهم جلاله خدتني بقى، وقت لما خبط البتاع نازل في نزلتي في طبعا حديده ورا الكرسي كده، فاللي هو ايه بقى، حديده اللي هي بتاعت الميه دي، اللي هو مواسير الميه الحديد، فيها كوعه كده من قدام، ماسوره طويله بتاع نص متر كده او 70، مش مهم يعني، حته حديده. المهم وانا نازل من الكرسي لمحتها شديتها وجيت نازل على الواد تك 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 ورا راجل، والله راجل كبير، مش كبير بقى اللي هو كبير في السن، لا هو انا كنت ايامها كده 18 17 سنه وهو كان 20 25 سنه، فقشطه. وضربته هتيتو. ايوه لما لا هنبقى في ظهري ما كانش في ظهري ساعتها بقى ال 20000، كنت لوحدي وكنت تعبان والدنيا كانت بتحط عليا واحده 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 لحد ان شاء الله، لحد طبعا ما انتوا جيتوا وبقينا 20000 وانتوا مش واخد بالك. المهم نزلت ضربت الواد ضغط، طحنته، الحمد لله انهم ما شافوش. المهم طحنته الواد، مشى، قلت خلاص بقى وفردت دراعتي وقفت على العربيه بقى. ايه محمد رمضان عبد موت هلا، علشان كل شاب اتخلق يعمل هلا، واللي هيتعور يتعور، وتعورت الوجه ما فيهاش معلش. المهم ببص لقيت اللي جاي تمنيه جايه تاني وفيها 7 شباب، اللي هو اعمل من بينها طيب ولا ما امشي طيب ولا اعمل مش فاهم. فجم قمت جاي ماسك الحديده واستجمحت بقى، شجحت وخدت سبرنت كده، بقيت جوجو في نفسي. تقول لي مين جوجو؟ اقول لك ده انمي جامد فشخ، انت ما تعرفوش ما فانت ما تدورش عليه، ما علينا. المهم يعني قمت جاي اللي يجي بقيت اطشه بالحديده، فاللي ياخد خبطه من الحديده طبعا بضرب الحديد، فاللي بخبطه الخبطه بيقوم يبقى جاي كده عليا اضربه الخبطه يقلب زي التكاتيك اللي انا جاي اجيب لهم عليها. فالمهم شويه وببص لقيت بقى تكاتك وموتوسيكلات وعربيات، وفضل لي شويه الاقي دبابات والجيش المصري كله قدامي. فالمهم طبعا دي بلد اسمها كوم دميس، فحبايبي فالمهم بقول لهم حبايبي احسن يوم مسكوا في شكونا، ما علينا. لقيت البلد دي كلها قدامي بقى، فقشطه. المهم الاقي مين بقى اللي نجدني من الحوار؟ المهم ان انا هاكل العلقه، يعني هاكل العلقه ده يطلع 10 واحد، هاكل العلقه يعني هاكل العلقه. المهم لقيت مين؟ عم مصطفى بتاع البنزيمه، وطبعا اي بنزيمه معروف ان فيها سلاح ومرخص عشان المشاجرات والعركات والحاجات دي ما ينفعش تبقى في البنزيمه عشان انفجارات بقى وليله. طلع واي حد يكلمه اضربه بالنار، اللي هو انا بقيت واقف بقى اي حد يقرب لي فشخ، انا يا باشا ما حدش قد شويه. وساعه ما سمعوا بقى اسم حكومه وهنشتكي ومش عارف ايه، اي حد يكلمه هشتكيه واضربه بالنار. ببص لقيت موتوسيكلات اللي جه باشا، فاضلش غير 7 8 رجاله كده وعيلين من اللي كانوا جايين مع الواد، وانا ضربتهم. انا ضربت بتاع 4 5 في العركه دي، باين على شوف لها فورمه صح. المهم يا معلم اللي حصل بعدها، عم مصطفى جاي كده واخدني تحت باطه وقال لي تركب العربيه وطيران على بيتكم عشان لو اتمسكت هتتمرجح. فقلت له انا هموت واتمرجح. قال لي يا ابني الكلب مش هتتمرجح، اللي هو انت هتتمرجح ملاهي بقى وبتاع، ده انت هتتمرجح على فقلت له لا كله الا مخرتي، مرجع في اي حته تانية الا مخرتي. وانا صغير كان اللوست بتاعي بياخدني في حته مقطوعه اسمها المواسير، بس انا كعاطف انبسطت. فقمت جاي راكب وشفت بقى انت بقى فيلم فان ديزل اللي هو ايه وايه، ما كنتش بعمل زيك والله، لان العربيه ب7 هتعمل ايه وايه يعني.
فيلم فندم، فانا كنت عايز اعمل زيه يعني، فانا اجري واخد الامريكان على سرعه، اخد الدوران كده على سرعه. العربيه ما فيش ولا ايه واحده عملتها، ولا ايه واحده. فاللي هو انا بقيت كل همي في الموضوع العربيه ما بتعملش ايه. فالمهم زهقت بقى، العربيه ما عملتش ايه. فببص في المرايه لقيت الرجاله جايين طايرين ورايا بالتمنايه. فطبعا التمنايه سريعه والعربيه بتاعتنا على الله حكايتها خالص يعني، عايز فاضل لي شويه وانزل اشيلها واجري بيها، فهاجي اشيلها كده وانزل طيران على بيتنا. فايه المهم بضرب طرف عيني كده على المرايه اليمين، ببص لقيت الرجاله جايين لازقين ورايا وهيعدوني. قمت جاي رامي عليهم شويه، قمت جاي مدخلهم في ورشه واحد اسمه عبده السمكري. يا رب لو شاف الفيديو ده هيحضر بتعليقه يعني ويقول لك ايوه حصل. فالمهم كسرت عليهم، قمت جاي مدخلهم في قلب الورشه عند الراجل جوه. ركنه بنت حرام يعني. فالمهم انا رايح ببص لقيت التكاتك بقى على الكوبري بتاع البلد بتاعتهم، لازم علشان اروح اعدي على البلد بتاعتهم دي كده. فطبعا لقيت بقى التليفونات وصلت بقى والتكاتك بدات تقف على السكه، اللي هو تقفل السكه وانا اروح هناك اقف اقول العلقه واديك كرتي واروح. اسكت انا بقى، لا 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 اسكت يا لا، ده انا ورايا 20,000. ما كانش ورايا ساعتها 20,000، بس قلت شغلت الجمجمه دي لما بتشتغل. المهم احنا بقينا 20,000 يعني، انت لسه ما خدتش بالك. فانت اشترك في القناه وفعل زر الجرس، انا قلتها كام مره دي. المهم انت تشترك في القناه وفعل زر الجرس بقى كده. المهم يا باشا قمت جاي حاود عندنا من قبل ما اوصل البلد في سكه كده بروح بقى خرامي بقى من وسط الاراضي الزراعيه وحاجات كده، فاللي هو ايه باخدها خرامي بقى. فقمت جاي حاود ومع نفسكم بقى، معلش بقى رجاله تعبتكم والله، انتوا ركنتوا بالتكاتك على السكه وكده، فاللي معاه توك توك يشيلوا بقى. فقمت جاي انا حاود ولافف من ورا دول بقلشوني تمام، وهم كل واحد يغطيها بقى يغطيها. فاللي هو انا بقيت ماشي مش فارق معايا كل اللي انا عملته ده كله، وفارق معايا اللي هو انا راكن التكاتك وانا عديت منهم عادي يعني، عديت من وراهم كده اللي هو صباح الفل. المهم يا اسطى بعد الاكشن اللي انا عملته بالعربيه بتاعتنا، تيجي قبل بيتنا بحوالي كيلو ونص كده، وتقوم جايه العجله بتاعتها اللي قدام نايمه يعني بتشخر. قلت لها طبعا بقى في الوقت ده في وسط اللعبكه اللي كانت هناك عند البنزيمه والناس ياما لما جم وكده، حد كان حدفني بحاجه مش عارف بقى حدفني بايه، انا مش هبص لها يعني، مش مركز. المهم انا اتحدفت بحاجه فتعورت في دماغي من هنا وجنبي. طبعا عملت بلور على الكلمه اللي فاتت دي لانها اللي هو الكوبي رايت يالا ولا انا تستغلوها انتوا في اي حاجه، اي خدمه يوتيوب. بص المهم جيت يا باشا اعمل ايه بقى، كان معايا واحد صاحبي ساعتها طبال يعني، طبال كبير قوي وبيخاف. بص ساعه ما العركه بدات ما شفتوش، ساعه ما جيت امشي لقيته في العربيه. حبيبي بصيطك اهو، اسمه احمد ايه بقى، مش احمد غنيم، لا مش انت يا اسطى، عشان ما احمد تاني، احمد اللي احنا ما بنحبوش حاليا يعني. فلا احنا بنحب الناس بحالها ولا ما تكرهش حد ولا. المهم يا معلم راح بقى قلت له يا اسطى روح، عملت ان انا ميت بقى، لو انا بمشي عادي انا وقعت تعور كده عادي يعني. فعملت نفسي ان انا ميت بقى وبتاع ومش عارف وهموت يلا والحقني. الواد قام جاري على البيت عندنا وراح جايب ابوه ورايحين جايبين ابويا وجايين. فابويا شافني بقى عملت ان انا ميت واكل علقه سخنه، انا ماسك العيال مسويهم، مسكت الواد اللي هو بصاحب التمنيه ده خرشمته حرفيا. لا والله. المهم يا باشا جه ابويا خدني بقى وروحنا، عمل الفرد بتاع العربيه وخدنا وروحنا وكده، ويلا بينا عشان اعمل تقرير طبي بقى واشتكي الناس دي وهعمل واخلي وحاسس ان انا اغتصبت. اللي هو تقرير طبي بقى انا مش فاهم بقى، اللي هو انا اسمع بس حته تقرير طبي اللي هو انت واحد مغتصب واحده. فانا يا بابا انت فين يابا، ما انت بتتكلم عدل يا عم فين. بس انا كعاطف انبسطت. فالمهم يلا ابني الكلب انت مش متعور وكده، قلت له ايوه. قال لي تقرير طبي بقى يكشفوا التعور اللي فيك ويكتبوا التعور والحاجات دي والضرب ومش عارف واتعرضت لايه. قلت له يابا بلاش الكلام اللي انت بتقوله ده. A few moments later. فالمهم ابويا خلاص هيشتكي مش عارف ايه، فالتليفونات رنت عليه بقى سيدي الواد اللي انا ضربته ده مش عارف ايه، ما احنا اسفين ومش عارف ايه. لما عرفوا بقى ان احنا هنشتكي عرفوا منين بقى، من عبد ابن عم. ازاي بقى؟ فالمهم يا معلم اللي حصل ايه، الناس بقى فضلت تروح وتيجي علينا ومش عارف ايه. فبص لقيت الراجل الكبير اللي هو سيدي الواد جاي وعافق في رجلي، يا نهار اسود وانا شد في رجلي والراجل مش راضي يشد في رجلي. ايه يا لهوي. المهم ابويا راسه 1000 الجنيه اللي خدته بقى وعلى الطلاق اللي هشتكي انا هشتكي. فيابا طول بقى اسكت يا ابن حاضر. المهم من هنا لهنا بقى قال لهم مش هشتكي بشرط واحد اللي انا كنت خايف منه، الواد اللي ضرب ابني اللي هو المفروض اللي انا ضربته، فانا عاكس الايه قدام ابويا يعني. فالمهم قال لك الواد يجي يحب دماغ ابني في البيت هنا. جلاله خدتني ولما افتكرت ان الواد متخرشم اصلا وهيجي بمنظر مش عاطفي خالص، بقيت قاعد قمت جاري عامل ايه؟ قاعد بقى وعامل ان انا ميت. الواد جه
فابويا قاعد جنبي، فانا على ابويا مش انا على الناس اشوف ردة فعله. فابويا عمال يبص، الواد دخل ابويا عينه عليه، فالناس بتسلم، ابويا بيسلم اللي هو وعينه على الولد، عينه كده اللي هو، وجي مضير عينه كده على سيد الواد اللي كان عندنا الصبح. او فين الواد اللي ابني ضرب؟ اهو يا حاج. ايوه ما قلتليش فين. اهو يا حاج ده. طب معلش بس انا اذنكوا ثانيه يا رجاله وجاي. واختفى بقى ابويا ساعتها، اختفى ما شفناهوش، اختفى قسما بالله برنس عجبتني. الناس سابوني مع الواد بقى، جاي فارد بقى، فضل لي شويه واطلع له موس من بقه واغزه بيه. فانت ولا شوف انا عملت فيك ايه مره يا اسطى احنا اخوات، يا اسطى احنا كمان اخوات. وبكاء بقى، بكاء تماسيح مني وبكاء حقيقي منه. ف اصلا ينفع اللي انت عملت فيها ده؟ وانا اللي قايل ان انت كسرت ازازه التمنايه. انا كنت فعلا كسرت ازازه التمنايه. المهم الواد جه يا اسطى بس انت غلطت برضه. قلت له بقول لك ولا انت ولا حب على دماغي وتروح ومفيش حاجه. قال يا عم ماشي قوي. اللي هو انا بقى الجلاله خدتني ساعه ما قال ماشي، وانا جاي احب على دماغه. لقيت ابويا بقى بيعمل، قلت له حب طول يلا، احب على دماغي جايك ياما احب على دماغي للصبح، فعشان مش عايزهم يمشوا بقى ابويا علق. المهم حب على دماغه الليله خلصت. فابويا جه بقى راسه الف سيف يشوف التعور اللي في دماغي. يابا بلاش، يقول لي هشوفه يا حاج بلاش. هشوفه يعني هشوفه انا هشوفه. فاللي هو انا عايز تشوف بابا ماشي. قمت جاي كاشف له، وبص بقى يا حاج حته وعينك ما تشوف الا النار والقلم. تسلم ايدك يا حاج. اللي هو انا بارد بقى اعمل ايه؟ بارد. انت تعرف الواد الغلس ده منين؟ ما اعرفوش يا راجل. وقام جاي داخل وسايبني بقى. ما انتش متعشي النهارده؟ قلت له حاضر. قمت جاي داخل فاتح الثلاجه واكل بقى، اكل للصبح. هو شاف ان هو معدي كده. ايه هتقول لي ما تاكلش؟ تقول لي ما عيبه حتى يا اخي عيبه. فالمهم قام جاي ضحك. ساعه ما ضحك بقى انا شبعت كده اللي هو اخيرا مش هقوم الصبح، مش هيشغلني الصبح بقى لانه عارف ان انا متعور فسفوسه في دماغي ومش المهم القصه مالهاش لازمه، مالهاش علاقه بام الفيديو اصلا، بس انا قلت احكيها كده بقى، فيها شويه طرايف وعجايب واللي هو انا سندال بقى. يا راجل لو انت ما عملتش لايك بقى اعمل لايك. وتاني بشكر اي واحد، لانه يعني انتوا السبب في الضحكه اللي انتوا شايفينها على وشي دلوقتي دي. مش عارف هي باينه بس انت كل شويه اعمل لك كده وكده وكده. اعمل لايك يا عم، اعمل لايك يا سيدي. يا جماعه في بس حاجه، الناس اللي بتقول لي انا كنت عايز اطلعها والله الصوره، كنت جايب حاجه كده اللي انا هحتفل بيها بس اكتشفت انها حاجه مش حلوه، فانا مش هطلعها. حاجه من اللي هي بس اكتشفت ان عليها شعار وحاجات مش حلوه. بعد كده والله دفعت بس. وفي النهايه كده مش شايف الفيديو غير برضه ما اجيب لكم شويه التعليقات الجامدين الجحلية دول نتفرج عليهم. متنساش بقى لايك شير سبسكرايب. بس كده يا عم، ده كان فيديو النهارده. انا مش عارف والله ده فيديو احتفال ازاي، بس قشطه وبس كده. سلام.